باش نودكم اليوم بطبق كعكة تمر زمني على أصوله، بن على بنة وسهل برشا. يلا طبقوا معايا لآخر الفيديو وسجلوا عندكم الرسالة. باش نستحقوا 3 كعبات عظم بحرارة الغرفة، أصفر كعب عظم، 150 جرام سكر حبيبات ما يقابل كاس ناقص شوية، 150 جرام زيت زيتونة ما يقابل كاس ناقص شوية، وإلا شطر زيت زيتونة وشطر زيت نباتي، 500 جرام فارينة، مغرفة صغيرة قشور برقدان، مغرفة كبيرة سكر فانيليا، مغرفة كبيرة خميرة مرطبات. للحشوة عندي 400 جرام دقلة ديجا غسلتها ونظفتها ورحيتها، مغرفة صغيرة قشور برقدان، مغرفة كبيرة جلجلات، مغرفة كبيرة زيت زيتونة. وللتزيين أبيض كعب عظم وجلجلات. باش نصبوا العظم، أصفر العظم، السكر، سكر فانيليا، قشور برقدان. باش نركضوا بالركضة الكهربائية حتى الخليط يبيض، وتنجموا تخلطوا بالفويل اليدوي. يبيض الخليط باش نصب الزيت ونخلط. باش ناخذ الفارينة ونصب عليها خميرة المرطبات وباش نغربلها. إذا كان الفارينة تشرب ما نصبوش الكمية الكل. ونخلطوا العجينة نلموها لمين هاكا باش نتحسنوا على التكستور هذيا. ديجا تبدا هكا طرية. باش نغطيوها ونحضروا الفارس. باش نصب الدقلة، باش نحط القشور البرقدان ومغرفة الجرجلان، وباش نصب شوية زيت وباش نخلط. باش نشكلوا كويرات، ميزان الكويرة 10 جرامات. نشكلوا العجينة كويرات الميزان نتاعها 20 جرام. حضرت 45 كعبة، 45 كعبة من الدقلة. نرش هكا شوية دوباش هكا فارينة. باش ناخذ العجينة ونهكا نحطها هكا بالطول. ناخذ الدقلة كيف زادا هكا نعمل بودة هكا صغير، وبعد باش نحطها في وسط العجينة ونلم العجينة على الدقلة. نحاولوا هكا نشدوهم بالباهي في الجناب ونشكلوا الكعكة متاعنا بالشكل هذايا، ونشدوا الجناب بالباهي باش الكعكة ما تحللناش الفور، وباش تكون عندنا كعكة بالشكل هذايا. وبعد نخليها في الطبق في البابي كويسون. باش ناخذ ابيض العظم كل الكعكة باش ندهن هكا كعبة الكعك، وباش نرش عليها شوية جلجلان. ومن بعد باش نخليهم في الفور على 160 درجة لمدة 20 دقيقة. حضروا كعبات كعكة تمر. راهو شوفي كان لون محلاه، لونهم مزيان برشا. شوفوا الكعبة هكا كيفاش موردة، تحس هكا طيبة في حقها. شو محلاها في الوسط كيفاش تحسها مليانة هكا بالدقلة وطرية.